السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. النهاردة كده هنعمل بامية بلحمة ورز بشعرية. دلوقتي بقى شوربة اللحمة هنحط عليها فصين من الثوم، بصلاية صغيرة، ورق لوري، حطيت عليهم شوية بهارات وشوية كزبرة وشوية فلفل اسود وشوية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد توم بودر وبصل بودر. تمام كده، ديت هنحطها في الشوربة. فوالله بتبقى مديها طعم وريحة جميلة جدا جدا جدا. فطبعا عاملة يجي نص كيلو لحمة طبعا مقطعاها زي ما انت شايفة كده، وهحطها باذن الله وهتبقى اكله زي الفل. اول حاجه بقى تعمليها لي، متنسينيش في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد، ولو انت لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها عشان تنوري لي قناتي احلى متابعين في الدنيا. فطبعا بقى هي الشوربه بتغلي هنزل عليها باللحمه على طول. في ناس بتدي تشويحه للحمه الاول قبل ما تنزل شوربه، بس انا بعملها كده، دي طريقتي واللي متابعيني عارفين طريقتي فيها. طبعا بقى للصلصه هنعمل طبعا حطيت معلقتين من السمنه، هنزل عليهم بفصين من الثوم كده مفرومين كويس. فروحت نازله عليهم بصي معجون طماطم اللي هو الكياس ديت او البطرمانات، خدي منها معلقتين وحطيها الاول حاجه على التومه، بعد كده انزلي بنص شفشق من الطماطم طبعا تضربيه وتروحي نازله عليه. فروحتي نازله انا بقى بالباميه بعديها على طول، يا دوبك اديتها غلوتين نزلت عليها بالباميه على طول. وفي الاخر هديها برضو تقلبتين معاها، وبعد كده هنزل عليها يا حبايب قلبي بالشوربه. الشوربه بقى هتنزلي عليها بمقدار ما هي عايزه او زي ما انتوا بتحبوا برضو. فحتى في ناس بتزودها بالميه، بس انا زودتها طبعا انا عامله اللحمه، فروحت قلت اخد من الشوربه بتاعتها وازودها عادي. تمام كده، دي طريقتي انا في الباميه وطريقتي انا في اللحمه يا جماعه، وكل اللي متابعني هو عارف طريقتي جدا جدا. فحتى انا بعمل تمني بنتي كانت مجنناني وانا واقفه بعمل الاكل، كانت مجنناني. دلوقتي بقى هحط فلفل اسود وبهارات، وحطيت ورقتين من المرقه، وحطيت حبه ملح طبعا عليها، واروح مغطياها وسايباها تغلي بقى لحد ما تستوي الباميه وتبقى زي الفل حالا اهو. دلوقتي بقى هنزل بالشعريه، وحطيت طبعا معلقه من السمنه وحطيت معلقتين من الزيت، ورحت حاطه عليهم الشعريه وقلبتها وهقلبها بقى لحد ما تحمر. تمام كده لحد دلوقتي زي الفل، سيبها بقى تحمر. طبعا بقى تمني في اللحظه ديت كانت مجنناني وتقولي يا ماما هات اعمل بوي، اهو شفتي هاتي اعمل بوي. قلت لها عاوزه ايه؟ بتقولي لا مش عايزه حاجه، عايزه اعمل بوي بس. هي كانت عايزه كده، كانت منوساني في الوقفه، وكانت بصي قاعده على الكرسي وكانت عماله تكلمني وانا بشغاله، كانت مسلياني. فدلوقتي بقى اهيت اللحمه خلاص قربت هانت تخش على السوا، فطبعا قلت اما نشيك عليها كده. بس كده يا حبايب قلبي، ادي اكلتنا النهارده بسيطه وحلوه جدا، وانا من عشاق الباميه. فطبعا الناس كلها بتحب الباميه، مفيش حد، الشعب المصري كله بيعشق الباميه، اذا كان ان هي باميه بصلصه او باميه ويكا. بس بصراحه انا بحب الباميه المصلصه اكتر من الباميه الويكا، المطبوخه احلى. فطبعا بقى خلاص نزلت بالرز، هنزل بقى بالشوربة كده، وهنزل عليهم بالملح وهسيبه يستوي ويبقى زي الفل. كل الاكل في البيت نعمة والحمد لله، راضيين بأقل حاجة. طبعا مش هنقضي ايامنا كلها كل يوم لحمة فراخ، لا، يوم كده ويوم كده. دي المقادير اللي موجودة في البيت، احنا راضيين عليها والحمد لله. طبعا بقى نزلت السوق قبل ما اجيب كل دوت، نزلت وقعدت اتمشيت كده في السوق، فما جبتش غير قوطه وبطاطس وجبت دقيق، قلت اعمل حاجه حلوه. فبصراحه ما قدرتش اعمل حاجه، فقلت خلاص اسيبه في وقت ما تبقى الغزاله رايقه ابقى اعمل لهم اللي هم عايزينه. جبت الطماطم كانت جميله جدا في السوق ورحت جايباها بصراحه وكانت زي الفل. دلوقتي بقى خلاص كده الباميه استوت، نزلت عليها بقى باللحمه. كنت هعملها في طاجن بس ما فيش نصيب ان انا اعملها في طاجن، لاني بطلع الطاجن
من المطبخ فراح واقع مكسور، فقلت الحمد لله كل شيء نصيب يعني. فالحمد لله خد الشر وراح. فالحمد لله كده، ورحت والله سبتها غلوتين وقلت خلاص هناكلها كده، خلاص احنا نصيبنا اللي احنا ناكلها كده. فالحمد لله طبعا بقى كله مستوي قدامنا اهوت وزي الفل. فما تزعلوش مني طولت عليكم الفيديو، متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعلي لي زر الجرس عشان توصلك مني كل جديد يا حبيبه قلبي. ورب يكون ضيفه خفيفه على قلبكم، ويا رب الحاجه اللي انا عملتها النهارده تكون تنول اعجابكم يا حبايب قلبي. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك علشان بقى يوصل لكم مني كل جديد. واسيبك دلوقتي في رعايه الله.